السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ يا رب دايما بخير. النهارده عايزين نتناقش معاكم في حاجه كده، وهو ليه دايما بننصح ان زراعه الشعر تتم بشكل احترافي ومع دكتور متخصص، علشان خاطر ما ناخدش نتيجه بدل ما احنا عاملينها علشان خاطر تكون سبب في ان احنا نكون بشكل افضل ونكون عايزين ناخد نتيجه كويسه. الزراعه بالنسبه لنا حاجه بقت مضايقانا لدرجه ان احنا ما عدناش بنستخدم وبنمشي من غير الكاو. هستأذنك كده تبص يمين شوية خالص يمين. زي ما احنا شايفين، احنا صديقنا زرع وتم رسمة السبعات بخط شعر غير مناسب خالص، وقفلها بشكل أنثوي لا يتناسب مع الرجالة. هستأذنك تبص لتحت شوية كده. زي ما احنا شايفين الكثافة خفيفة جدا، مش طالعة بشكل كويس، المنطقة كلها مفرغة. نفس الكلام في المنطقة التانية. زي ما احنا شايفين الوضع ما كانش أحسن حاجة، وحتى صديقنا بيحكي إن هو عمل المرحلة دي مرتين. ممكن تحكي لنا بقى يا أستاذ عمر؟ دلوقتي انا كنت رحت مركز، لقيت التيم هناك يعني حاجه مش كويسه. بهدلوني، اشتغلوا يعتبر حوالي زي 12 ساعه، بهدله في دماغي والكلام من ده. ولقيت النتيجه خفيفه برضه والرسمه مش عجباني. كلمتهم كذا مره ورحت تاني برضه ان هم يكثفوا لي، وبرضه الرسمه برضه عملها مش كويسه يعني بطريقه غير مرضيه يعني. كنتش عارف اعمل ايه بقى، فخلاص اضطريت ان انا ازرع تاني يعني. ما وصلتش للنتيجة اللي أنت نفسك توصل؟ لا خالص. طيب تنصح الناس بقى بإيه عموما؟ لا يدوروا على مركز كويس ودكتور كويس، يعني يكون متخصص في الحاجه ديت، في الزراعه يعني عموما. ما يسترخصوش بمعنى صح، لان انا بسبب ان انا استرخصت هو اللي عمل فيها كده. يلا بالتوفيق إن شاء الله، وإحنا شاكرين إن أنت بتشارك معنا التجربة دي. شكرا.